يا مساء الفل. حصل الشيء المتوقع لنادي الزمالك بعد ضغط المباريات ده، ان اكيد مش هيكمل في المكسب. ده شيء طبيعي يعني. ضغط مباريات، سكواد، فيها نواقص كتير جدا. مستوى اللعيبه اللي بتلعب ممكن غير المستوى اللعيبه اللي بره الملعب، فشيء طبيعي ان مع ضغط المباريات مع الروتيشن ان يحصل اللي شفناه النهارده. الزمالك النهارده نسخة مختلفة تماما عن اللي شفناها من 3 أيام قدام كايزر تشيفز. كابتن معتمد جمال اضطر يعمل الروتيشن. المفروض ان اللعيبة اللي نزلت النهارده كان يكون عندها الدافع والموتيف الكبير ان هو يبدأوا ان هم يدخلوا، خصوصا ان الوقت اللي الزمالك فيه دلوقتي ده اكتر وقت يسمح بان اللعيبه تبين امكانياتها، عشان تقدر يبقى ليها ثقل عند الجمهور ويكون ليها دور مع النادي في الظروف اللي احنا فيها دلوقتي. التشكيله النهارده يمكن كابتن معتمد ممكن ننتقده شويه، زي ما بنمدحه في اوقات كتيره جدا، ان هو كان عامل تغيير كبير قوي في الفورميشن بتاع اللعب وفي اللعيبه اللي موجوده. يعني النهارده اللي احنا الزمالك بيلعب بثلاثه في خط الظهر: محمد اسماعيل وحسام عبد المجيد والونش. على يمينهم وعلى شمالهم ايشو وعمر جابر اللي راجع من الاصابه. خط النص المفروض ان هو فيه محمد السيد وشحاته، قدامهم احمد حمدي، وخط الهجوم فيه بيتزيرا وسيف الجزيري. شوط اول تقريبا السيطره كامله بكل ما تحمل الكلمه من معنى السيراميكا، اللي ادوا مباراه هايله على المستوى التكتيكي، على المستوى المهاري، على المستوى الفردي، على المستوى الجماعي. بامانه مباراه هايله من كابتن علي ماهر ومن لعيبه سيراميكا. ولكن لعيبه الزمالك النهارده في لعيبه احنا اشدنا بيها من يومين، النهارده شفنا بمستوى مغاير تماما يعني. ايشو وحسام عبد المجيد الجبهة بتاعتهم كانت مخترقة تقريبا ال90 دقيقة. على مدار ال90 دقيقة كل اللي عايز يعدي بيروح يعدي من الحتة دي. سواء بقى اسلام عيسى، سواء بالحاج، سواء حتى صديق جولا كان بيجي ساعات بيجي. نزل بعد كده حتى في الاخر محمد عبد الله. كل الشغل كان من الجنب ده، ويعني علامة استفهام كبيرة ان ازاي نقطة الضعف دي ما تمش السيطرة عليها على مدار ال90 دقيقة من الجهاز الفني للزمالك. عمر جابر ما نقدرش ان احنا يعني نقصه عليه في مباراة هي الأولى ليه من مدة طويلة جدا، ولكن محمد اسماعيل النهارده ما كانش في مستواه بأي شكل. خط النص محمد شحاتة عمل مجهود كبير جدا، ولكن اذا كان هو او محمد السيد الاداء يعني ما فيهوش اي نوع من انواع العنف او الجديه. في تحليق كتير قوي. لعيبه سيراميكا بتوصل بتباص مع بعض الكره لغايه جوه ال 18 في وجود لعيبه خط النص وفي وجود المدافعين. احمد حمدي وسيف الجزيري ضيوف شرف، ما لهمش اي تواجد ولا دفاعي ولا هجومي ولا حماسي ولا مجهود ولا اي حاجه. فكان خروجهم شيء منطقي جدا. الزمالك استقبل هدف لتاني مره في 3 ايام من كره ثابته. مش عارف ايه المشكله في التمركز، يعني في مشكله كبيره جدا في التمركز. المره دي ان اللعيب الاولاني اللي بيلعب الكوره طالع فوق محمد اسماعيل على الارض. حسام عبد المجيد في ظهر لاعب سيراميكا مش قادر ان هو يسيطر على الكوره، ومش مش قادر يحس بالحركه بتاعته، وهو اللي حطها في نفسه. المهدي سليمان نفسه وقفته فيها شيء من الاسترخاء. فطبعا تاني هدف من كورنر في 3 ايام دي حاجه محتاجه وقفه. الهدف التاني، انا بصراحه نفسي افهم محمد السيد كان بيعمل ايه في الهدف التاني ده، لان هو محمد شحاته بيضغط على اللعيبه وبيسيب ده وبيروح يرحل على اللعيب التاني، ومحمد السيد بيتمشى معاه. مهدي سليمان انا بحمله جزء كبير جدا من الهدف التاني، اللي هو هدف جميل جدا والكره محطوطه حلو جدا، ولكن هو وقفته كانت في منتهى السوء، خلت ان هو ما عندوش اي فرصه ان هو يصد الكره دي. هدف الزمالك هدف بالصدفة، يعني كتر خير محمد بسام والمدافع بتاعه ان هم خبطوا في بعض والكرة وقعت بالشكل ده. محمد اسماعيل مفيش اي تواجد او شكل هجومي النهارده للزمالك باي شكل من الاشكال. نقطة بس، كان فيه هجوم من بعض الصفحات على تعيين كابتن
بسيوني للمباراة على أساس إن هو هيكون الحكم اللي هيدي فرصة للزمالك ويحسب للزمالك ضربات جزاء والكلام ده. شفنا ضربة الجزاء اللي اتحسبت على الزمالك النهاردة. أنا مش عارف توصيفها القانوني إيه، لأن المفروض إن هو ال الإيد بتاعت الارتكاز للعيب وهو بيعمل تاكل دي بيبقى ليها حماية شوية. لو الكور ايده مفروده لورا وعطلت الكوره، ساعتها ممكن بيبقى فيه شبهه ان هي تبقى ضربه جزاء، ولكن الكوره اصلا عدت من تحت باطه. يعني هي كوره عدت من تحت باطه، خبطت في باطه وكملت. ف... فالاصرار على احتساب ضربه الجزاء دي حاجه كانت كوميديه شويه، ولكن هي الكوره دي ما دخلتش وكانت غير مؤثره. فما في يعني ما يا ريت الموضوع ما يتاخدش ان التحكيم أثر على نتيجة المباراة، لأن الزمالك يستحق الخسارة بكل ما تحمل الكلمة من معنى. سيراميكا قدم مباراة هايلة هايلة، ولكن الزمالك محتاج إن هو يهدى. لازم نكون فاهمين إن هو الزمالك كان مستحيل ينافس على الثلاث بطولات لغاية الآخر بالظروف الحالية. كان في فرصة للتعادل، بعد آخر تلت ساعة الفريق شكله اتغير. التغييرات اللي عملها كابتن معتمد جمال هنقف عندها شوية، لأن كون ان المدرب يعترف ان في مشكله ويغير ثلاث تغييرات دفعه واحده بين الشوطين ده شيء يحسب ليه. ولكن في تعليق صغير قوي، هو ممكن يبقى في تغييرات تحصل في الشوط الاولاني. المره اللي فاتت في كايزر تشيفز الشوط الاولاني برضه نص الملعب ما كانش موجود والتغييرات حصلت بين الشوطين. المره دي الفرقه كلها اوف ونص الملعب برضه مش موجود، تغييرات اتعملت بين الشوطين. لا، هو انا ممكن اعمل تغييرات في الدقيقه 25 او 30 عادي. شفناها قبل كده من جوميز قصاد الاهلي في السوبر. يعني اما سحب زياد كمال، يعني ممكن اللعيبه تتاثر، كل الكلام ده النفسي ده جميل جدا. بس انا لما اشوف لعيب اوف تماما ومش موجود في المباراه، طبيعي ان انا اغير، طبيعي ان انا اعمل التغييرات بتاعتي عشان ارجع الفريق بتاعي للمباراه مره تانية. سحب محمد السيد في الوقت اللي اتسحب فيه ده كان وقت مثالي جدا ان هو يتسحب فيه، لان هو فعلا كان ملوش دور دفاعي في خط النص في الشوط الثاني. ولو ان احمد ربيع لما نزل ما حسيتش باي فرق، مع ان هو المفروض ان هو لعيب نمرة 6، ده مكانه الاصلي بقى. لا، ما فيش اي فرق حصل. وصول لعيبة سيراميكا جوه ال 18 في الزمالك كان بصورة مستفزة، يعني صورة مستفزة جدا جدا جدا. يعني ولعيبه خط النص مش حاسه باللعيبه اللي جايه في ظهرها. مهدي سليمان شايل انفراد من عمرو كلاوه جاي من اخر الدنيا، واحمد ربيع واقف، يعني مش حاسس ان في لعيب جاي من ظهره. فببساطه في كلام كتير قوي ممكن يتقال، ولكن احنا بنتكلم في ظروف حاليه لنادي الزمالك، في ضغط مباريات، في ضعف في السكواد. هنتقبل بشكل ما ان ما يبقاش فيه فوز، ولكن اللي مش هنتقبله ان في لعيبه احنا شفناها ما بتعملش اللي عليها، لعيبه مش عايزه تتعب، لعيبه مش عايزه تجري. احنا شفنا في الشوط الثاني حتى اوداي وناصر لما نزلوا، وعبد الله السعيد، في حاجه لعيب بيحاول يعمل حاجه. حتى بنتايج لما نزل بيحاول يعمل حاجه، ولكن عيب عليه ان هو جات له فرصه، ان هو المفروض يبقى عنده ثقه في نفسه ان هو الكوره زي دي في وقت زي ده شوطها، مش لازم تعمل باس لورا. فدي حاجه لازم هنعلق عليها. حسام عبد المجيد، انا بس عايز لو حد يعني قريب منه يوشوش بس في ودنه يفهمه ان باسته وحشه. الباسه بتاعته سواء القصيره او الطويله وحشه. فالثقة المبالغ فيها اللي هو فيها وهو بيعمل الباس بتاعه دي هتعمل مشاكل كبيرة جدا، لأن هي بترد على الزمالك بمنتهى السهولة. يعني ولا الطويلة بتوصل ولا القصيرة بتكون دقيقة. ففي الآخر دايما كرة حسام عبد المجيد وهي طالعة من رجله الواحد بيبقى مستني هترجع ازاي. يعني الونش عامل كرات طولية لمحمود بنتايج كلها بالمسطرة ومظبوطة. اسماعيل حتى لما بيعمل الكرات دي بتبقى مظبوطه. حسام عبد المجيد عنده نقص في الجزء ده، ولو ما اعترفش بان هو عنده النقص ده هو مش هيتطور. هو كان في وقت من الاوقات بيقول ان هو عنده محلل اداء وشركه بتحلل له الاداء وبتشوف له اخطائه. طب يا جماعه، ما حدش قال له ان هو امكانياته في الباسنج وفي الخروج بالكره ضعيفه؟ فالمفروض يلعب على قد امكانياته او يطور من امكانياته دي. بالشكل ده هو في الاخر الدقيقه 95 والزمالك في عرض كوره، وانت قدامك الملعب كله فاضي،
قررت ان انت تعمل كره طوليه وانت بينك وبين اول لعيب في سيراميكا 20 30 يارده. ما هي تديها لحد، يا تكمل وتدوس بيها عشان ما تبقاش بتعمل باص من مسافه بعيده قوي لان باصتك مش هتوصل. في الاخر اتردت بكوره 3 على 2 على الزمالك، ولعيب سيراميكا بتقسم مع بعض الكوره بسبب ان انت كنت متهور في الباص بتاعك. هارد لك للزمالك. مباراة كانت هتحصل يعني آجلا أم عاجلا. الجهاز الفني زيه زي اللعيبة المفروض إن هو بينضج واحدة واحدة، بس أتمنى إن هم يحسنوا من الأخطاء اللي حصلت النهاردة. الزمالك كان مستحيل ينافس على الثلاث بطولات، وأظن ده بيديهم براح أكبر للتركيز على الكونفدرالية، على الأقل الحصول على المركز الثاني في الدوري، لأن هي دي البطولة الحقيقية اللي الزمالك محتاجها السنة دي. هارد لك للزمالك، مبروك لسيراميكا، يستحقوا الفوز مليون في المية، وإن شاء الله نتقابل قريب تاني. كل سنة وانتم طيبين.